مساء الفل يا حبايبي، أخباركم إيه؟ والنهارده بقى فيديو خفيف سريع لذيذ مش هياخد معانا أي وقت خالص، ويالّا نشوف هنعمل إيه النهارده. معايا ووك حطيناه على النار، حطينا شوية زيت، طبعًا أي مادة دهنية تفضّليها، لو زبدة كانت خلّت الريحة أجمل وأجمل كمان، بس إحنا هنستخدم الحاجة اللي في بيوتنا كلّها وهي الزيت. فيديو النهارده سهل خفيف ولذيذ، طبق كده بيتحط جنب الأكل. بيكون سريع جدًا، وطبعًا لو أنتِ ما لكيش نِفْس تطبخي أو مش حابة أو المزاج مش رايق يعني زي ما بنقول، فالطبق ده هينفعِك جدًا مع عيش، مع بتنجان مخلِّل أو ليمون مخلِّل وسلطات، سلطة خضرا مع شوية خضار زي الجرجير والفلفل والحاجات دي، هيبقى ممتاز جدًا وهتقضّي اليوم وتبقى مِيَّة، مِيَّة. معايا بطاطس، والبطاطس بتاعتي عشان صغيرة قطّعتها إرباع، بس أنتِ لو عندِك بطاطس كبيرة قطّعيها شرايح أو مكعبات زي ما أنتِ عايزة. حطينا بصلة كبيرة يا دوب بس حرّكناها كده في النار مع قرن فلفل، ما خدش دقيقة واحدة بس حرّكناهم كُلّك مع بعض كده، وبعد كده ضِفنا عليهم البطاطس وهنفضل بقى نحرّكهم مع بعض كده لحد ما ياخدوا تشويحة محترمة، زي ما أنتم شايفين كده، زي ما أنا باعمل كده بالضبط. طبعًا مش هنسيبهم يتحمّروا لإننا مش عايزينهم يتحمّروا، إحنا عايزينهم يكونوا كُلّك خضر. البطاطساية الصغيرة جدًا قسمتها 2 والبطاطساية الكبيرة شوية قسمتها 4/4. التقطيعة لكم فيها مطلق الحرية، اللي يعجبكم اعملوه. وكده بعد ما شوّحتها أبدأ أتبِّل بقى معايا ملح، فلفل أسود على كزبرة الاتنين مخلوطين على بعض وحطيت منهم نُص معلقة كبيرة، نُص معلقة برضه كمّون، ومعانا هنا نُص معلقة أو ربع معلقة فلفل أو شطة حارة، علشان خاطر طبعًا المسائل كده تتضبط. طعمها بيبقى حلو جدًا لمّا بتبقى حارة، بس لو مش عايزة تقدري تستغني عنها عادي جدًا ما فيش مشكلة. لو متوفر ورق لوري حُطّي معاها ورقتين كده هيدّيها برضه إيه، taste حلو أوي، ولو مش متوفر خلاص. عندِك جزر بقى حُطّي، ما فيش أي مشكلة، عندِك كوسة ما فيش أي مشكلة، أي نوع من الخضار ينفع مع الوصفة دي. ولو في نوع غايب وعايزة تحطّي نوع تاني ما فيش مشكلة، لو عايزة تلغي البطاطس وتعملي مكانها كوسة أو بتنجان حتى ما فيش أي مشكلة برضه. ومعايا هنا عصير طماطم، كان معايا نُص كيلو من الطماطم ضربته في الكبة، ما كانش فيه مَيّة كتير زي ما أنتم شايفين. وسِبتها بقى كده على النار تتسبِّك وتاخد وتدّي مع بعضها ما فيش أي مشكلة، سيبيها براحتها خالص، غطّي عليها وسيبيها. وكده بعد ربع ساعة، بعد ما فات بالضبط أو عدّى بالضبط ربع ساعة، البطاطس زي ما أنتم شايفين عمّالة تبقبق. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة.